موضوع الكولاجين ده شاغل ناس كتير قوي، خصوصا الستات. الكولاجين ده بروتين طبيعي موجود في جسمنا، مسؤول عن شوية حاجات: نضارة البشرة ومرونة المفاصل، كمان صحة الشعر والضوافر، قوة الأربطة والعضلات. إنتاج الجسم منه بيقل بعد سن ال25، ده بيخلي ناس كتير قوي تتجه إنها تبدأ تاخده كمكمل. في منه على صورة سوائل أو بودرة أو كبسولات. فمين ينفع ياخده؟ أي حد بعد سن 25 يقدر ياخده، خصوصاً لو عنده ألم في المفاصل، لو في ترهلات في البشرة، ضعف في الشعر والضوافر، أو ممكن تكون رياضي فمحتاجه لأنك بتحمل على مفاصلك كتير. هل بقى لازم أخده تحت إشراف طبيب؟ لو عندك مشكلة في الكلى أو الكبد طبعاً لازم ترجع للدكتور بتاعك. لو بتجيلك حساسية من السمك تقريباً هتجيلك حساسية من الكولاجين. لو حامل أو بترضعي اوعي تاخدي كولاجين. قبل ما تروح تشتري كولاجين جرب المصادر الطبيعية الأول: البيض، السمك، التونة، شوربة العظم والتوت والفراولة. اتأكد بس إن هو مش مخلوط بسكر ولا نكهات صناعية. استنى على الأقل من 6 ل 8 أسابيع عشان تشوف مفعول في جسمك. خليك فاكر الكولاجين مش سحر، هو مكمل مش بديل. يعني لازم يكون عندك نظام غذائي كويس، مية، نوم كافي. قولوا لي بقى في الكومنتات لو جربت الكولاجين قبل كده حسيت بفرق ولا لا. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.